بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنعمل ايه يا جماعة؟ هنبتديها كده نسوي لحمة. حطينا حلة تسخن، هننزل عليها بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هننزل بقى هنا بمعلقة صغيرة من السمنة او الزبدة ايا كان انت عايزة ايه، صوص بتاعت الشاي. وهننزل عليها بفصين مستكة. ماشي، مشي بالطريقه بس اللي انا بقولك عليها، هتاخدي احلى طعم من الشوربه وهتاخدي طعم لحمه مميز. تمام، فص المستكه هننزل عليها بسم الله الهادي. هنزل عليها هنا بقى على نقلبهاش دلوقتي انا ما هحطها خلاص. بسم الله هنقلبها بقى. بسم الله ما شاء الله. ريحه المستكه يا جماعه بتشوح اي لحوم لما تيجي تشوحي الاول الفص المستكه بتسيحيه وبتشوحي اللحوم فيه، سواء كان لحمه او فراخ، بيدي طعم وريحه كمان. بقى الطعم والريحه مميزين ما شاء الله. خلاص كده قلبناها. هنزل عليها بايه بقى؟ التوابل بتاعتنا، طماطمايه، بصلايه، لو في جزر ماشي، مفيش جزر حبهان. هبشر بشره صغيره من جوز الطيب، وربع معلقه صغيره او اقل من بهارات اللحمه، وايه، وثلاث فصوص ثوم ورق لورا. تمام كده، بسم الله. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا حاطين ميه بتغلي عشان اللحمه ما ينزلش عليها الا بميه سخنه، يا تسقطيها في ميه سخنه يا تشوحيها وتنزلي عليها ميه مغليه. تمام، المهم الميه اللي تنزليها على اي لحم تكون ايه، تكون سخنه او مغليه، لحمه او فراخ. اتاكدي ان مفيش اي سوائل في الحله، مفيش اي سوائل في الحله، اللهم بارك. تمام، هننزل بقى بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تمام كده، حاطين الميه زي ما احنا متفقين، ما بنحطش اي فلفل اسود ولا ملح على اي لحوم الا بعد ما اللحمه الحمراء، بعد ما اللحمه تستوي بننزل عليها الفلفل الاسود بعد 3 غلوات ولا حاجه. اول ما تخش في السوا ننزل على الفلفل الاسود والملح. اما الفراخ بقى يا جماعه، فاحنا ما بننزلش عليها الملح والفلفل الا اول برضو ما بتخش في السوا. تمام، بعد غلوه او 2 بتنزل على الملح والفلفل عشان طعم الشوربه او طعم اللحوم عامه بيغير. تمام، هتستوي واوريكم دلوقتي هنعمل ايه. يلا هنعمل رز. هنجيب حله بسم الله. ننزل على نص معلقه سمنه،
هنا هنعمل رز ابيض. بسم الله. هننزل عليهم بالرز اللي احنا غسلينه. هنشوحه شويه كده في معلقه السمنه. عشان الحبايه تطلع مفلفله. نزلنا عليه شويه ميه مغليين العيد بتاعه. تمام. نحط له بقى الملح بتاعه. بسم الله. عملنا رز ابيض. بما ان عندي ابني الكبير تعبان، فعملت رز ابيض. قلت مش هحمر حاجه، عملت رز ابيض. بس انا حبيت ان انا اشوحه في معلقه الزبده او معلقه السمنه، بس عشان ايه الحبايه تفلفل. يا جماعه الرز الابيض ده برضو ايه يعني مش هيبقى ابيض وكمان وما فيش طعم، لا زودنا بس من طعمه شويه. خلاص. واللحمه هنا عندنا تستوي. نعمل بقى جنبهم شويه قلقاس. يلا. بسم الله. اللحمه بقى خلاص اهي دخلت في السوا. نشوف مع بعض. بسم الله. اول ما تغرزي فيها الشوكه كده ولا المعلقه وتحسي ان هي دخلت في السوا، هننزل عليها بقى ايه بالقلقاس اللي احنا غاسلينه. القلقاس ده بتاع السنه اللي فاتت يا جماعه، ما شاء الله اللهم بارك، مفيهوش اي حاجه ما شاء الله. قرب الكاميرا. ده بتاع السنه اللي فاتت، ما اشتريناش لسه السنه الجديده. بسم الله. بسم الله. وصفينا كويس شطفه بس صغيره كده، لان احنا مخرطينه ومخزنينه من غير غسيل. فانا خدت شطفه بس بسيطه كده من الحنفيه، وبعدين نزلناه في الشوربه. شوربه اللحمه حشنا منها ايه؟ حشنا منها ورق اللوري والحبهان والحاجات اللي هي ايه اللي مش محبوبه فيها بقى يعني يا جماعه. طالما خلاص استوت، خلاص لسه يستوى فيها نجهز الطشه. هنا بقى هنعمل الطشه بتاعته بتاع القلقاس. حطينا معلقتين زيت، نزلنا عليهم معلقه كبيره توم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل على التونه دي بمعلقه كبيره من كزبره ناشفه، شوحها معاها، ورشه بسيطه خالص من الكمون. رشه بسيطه خالص لان ما يتحطش على لحمه كمان، حطينا عشان رشه القلقاس. خلاص. الثوم بيحب الكمون، واخد الكمون يا جماعه وكزبره ناشفه. بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله. هنعمل هنا بقى ننزل عليهم بالخضره اللي احنا فرمناها في الخلاط. بسم الله. كده. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الخضره دي انا ضربتها في الخلاط. كزبره، عندك سلق حط عليها، ما عندكيش سلق حط عليها عود شبت. وهتاخدي من الطماطم اللي كانت في اللحمه، الطماطميه والبصلايه، خدتها وضربتها مع الكزبره يا جماعه. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. نقلبها كده.
ما شاء الله اللهم بارك. الريحة يا جماعة خيال، الريحة خيال. واللون ما شاء الله. هنحط في الشكشك كده وننزل اللي فيه. نسيت اقول لكم ان احنا هنا، ان انا بعد ما اللحمه كانت دخلت في السوا انا حطيت عليها الملح وحطيت عليها الفلفل الاسود قبل مرحله الخضره وقبل مرحله القلاص. تمام كده. هتغلي غلوه خلاص وهنزلها. شويه يا جماعه، شوفوا اللون اللهم بارك، شوفوا اللون بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. سيبها تغلي غلوه وننزلها. تمام كده.